السلام عليكم. تعالوا نعمل مع بعض تحلية البرتقال الباردة. بجد طعمها خطير، وهتقطعيها على شكل مكعبات كده. بجد حلوة قوي وهتعجبكم. اول حاجة هنجيب 3 كوبايات من عصير البرتقال، طبعا بنكون مصفينه كويس، وهضيف عليه نص كوباية من السكر وكوباية من نشا الذرة اللي احنا بنستخدمها في عمل الكريمة او اي حلويات. هنقلبهم كويس على البارد، اهم حاجة نقلبهم لحد كل النشا معايا ما تدوب هي والسكر ويختفوا تماما، علشان ما تكتلش منك او تعمل فقاعات كده ما تكونش حلوة وقت التسوية. هرفعها بقى على النار وبستمر برضو في التقليب. ولو حابين بقى في الخطوة دي تضيفوا لون طعام اصفر، انا عملت كده، او لو عندك اي نوع جيلي حابة تضيفيه، بس طبعا يكون مطابق مع نفس العصير اللي انت عاملاه. يعني لو هتعملي الوصفة دي مثلا بعصير المانجا ممكن اضيف جيلي مانجا عشان يديكي اللون، بس انا هنا ضفت نقطتين كده من اللون الاصفر لحد ما وصلت القوام التقيل اللي انتوا شايفينه ده. معانا بقى في قارب او صينية بنكون رشة فيها جوز هند، وبننزل بالخليط بتاعنا. لو ما بتحبيش جوز الهند ممكن ان احنا ندهن القارب بتاعنا بمسحة بسيطة من الزيت عشان بس ما تلزقش، او ان احنا نضيف كيس تلاجة فيه علشان بسهولة ان هي تخرج معاكي وتتقطع. ضفت برضو على الوش جوز هند، انا بصراحة بحبه وبيخلي طعمها حلو قوي. هندخلها بقى التلاجة، هتاخد معاكي من ساعة لساعة ونص، متاخدش وقت كتير، مجرد بس ما تبرد بتكون تماسكت، لان احنا كده كده بنكون القوام بتاعنا تقيل زي ما انتوا شايفين. هتقطعيها بقى بالشكل اللي تحبيه بقى، شكل مكعبات على اي شكل، وهتقدميها بجد طعمها حلو قوي وهتعجب اولادنا، وخاصة ان هي مش مكلفة وبسهولة تعمليها باي نوع فاكهة موجودة عندك. ولو حابين احنا ممكن نستبدل النشا بجيلاتين، ممكن تستبدليه بمعلقتين كبار من الجيلاتين تدوبيهم في ربع كوباية من المية، وهتكون حلوة قوي. وفي الوصفة دي هتكون صحية بقى لبشرتنا، وهتكون افضل طبعا من ان احنا نستخدم النشا، بس هي الوصفة الاصلية بنستخدم فيها النشا. وممكن كمان نستبدل السكر بالعسل عشان تكون صحية اكتر لو عملناها بالجيلاتين والعسل. جربوها وان شاء الله تعجبكم. متنسوش بقى الاشتراك في القناة وتقولي بتتابعوني منين، واسيبكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.